السلام عليكم وأسعد الله مساكم. لن تصدق ما وجدوها اليوم الجمعة أثناء تنظيف المقابر وأدهش الجميع، وهذه التفاصيل الكاملة. تابع الفيديو للأخير. كما يظهر أمامكم الآن نشرت عشرات الصفحات النشطة على الفيسبوك صور عليها طلاسم السحر والشعوذة، تعود إحداها لشقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة والمدعو سعيد بوتفليقة والمتواجد حاليا في السجن. كما وعثر أيضا على صورة الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد تبون، وعليها أيضا طلاسم السحر والشعوذة. وقالت الصفحات التي نشرت الخبر أن هذه الصور عثر عليها في مقبرة في ولاية معسكر في انتظار تأكيد الخبر من الجهة الرسمية، فوجب على السلطات العليا في البلاد تطبيق حكم الإعدام على هؤلاء الدجالين والمشعوذين ليكونوا عبرة للغير.